والله وانا اشتقت لك. شلونك يا شو المفاجأة الحلوة؟ لك شو مفاجأة؟ أنا ما حبيت إنه أنا يعني اشتشكن يعني بحالي اجيت أخذت تاكسي وجيت هون رأسا أنا. لك الحمد لله على سلامتك. لك والله نورت وأحلى صباح بحياتي. رامي يا رامي اشتقت لك يا رامي. يا عمري ليكي الفطور هلا حطيته قصدي ديك بدي اعرف تري معنا. هلا أنت بدك تعلميني النظافة؟ لا أمي لا 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 والله لك صحيح شلون كانت الطيارة؟ منيحة الطيارة منيحة. في مطبات شيء؟ في مطبات وغير مطبات. في مغسلة هون؟ خلينا نغسل ايدينا اكيد انت هيك تعبانة. هلا تعالي فوتي تعالي هون مغسلة. فوتي هون هيك. بس ايديك وصفي لي امورك. اطلع. عم تمزحي، قولي انك عم تمزحي. مستحيل. والله ما عم بمزح. شوفي بعينك. نعمة شفتي يخرب بيتها من حالنا لك ما صرنا اسبوعين متجوزين اجت طفت قاعدة فوق راسي. نعمة شو بدها هي؟ يعني شو المطلوب منك؟ انك مبينة قاعد بنجي على الفيلم طير معك. سمعتي بدها يعني ضل قاعدة جنب ماما بدها يعني قلت لحالي ولا صارني مبينة جاي ناوية على الخراب. شو بدها يعني شو بدها؟ الله يكفيكي شر الله لا كان جاب الغلا. والله لك شوفي اسمعي الهرش. سمعتي الهرش هالكت سمعي والله العظيم تعبت لي اعصابي تعبت لي نفسيتي. ليكي روحي هلا بركي انا بحاول انفض لعندكم شوي والله طقت قلبي من القعده معها. بشي لعندكم ماشي؟ ماشي حبيبتي ماشي. يلا باي روحي لعندها. بابا يا بابا. خير بابا خير. شو في؟ اي خير مصيبه يا بابا مصيبه. الله يبعد عنا المصايب. شو في؟ ولا رامي قررت انه تعيش مع اختي بالبيت. شو هالحكي هاد؟ مو على اساس هي عايشه بالكويت واخذه بيت جنب بيت بنتها؟ شو اللي صار؟ هيك قالنا رامي. إيه بس ما بعرف شو خطر على بالها هلا تترك بيتها وتترك الكويت وتجي تقعد معهم بالبيت. طيب اوكي بس يعني حبكت هلا حبكت تجي هلا وهن عرسان جداد. هاد حكينا خصوصا انه البنت عروسه جديده. الله يعينك يا اختي الله يعينك شو قارحه وقويه هالمره. رح طفي تحت الطبخه. لا حول ولا قوه الا بالله. شو جابها هي هلا تعكر عليهم؟ شو جابها؟ سلمى. عيون سلمى. عم اقول الغسيل له يومين برا. ليش ما تطلعي وبتجيبي؟ شكله خليه برا. شو مضايقك؟ لا ما نصير غسيلي برا. بيعفن بتطلع ريحته وبيتوسخ كمان. وكمان ما بيصير لما هو مبلول لانه بيعفن وبتطلع ريحته. حماتي يخرب بيتها وبترد جوابات كمان. انا فرشيكي يا سلمى. والله تعبتنا هذا الشغل. شو طبختي لنا اليوم؟ ولا شيء. شو هذا ولا شيء؟ طيب ليش ما قلتي لي كنت جبت معي اكل من برا البيت؟ والله يا عيني ما إلي نفس لا آكل ولا أطبخ بعد ما أمي تركتنا. ولك الف الحمد لله ولك الف الحمد لله انه راحت تركتنا. ولك كانت خانتني خنق. لك يا عيب شو عليه؟ شو عم تحكي؟ لك خلصينا بقى. لك منيح لي راحت. ولك روح الله يكون بعونه لاخوكي ومرت اخوكي على العلقه. بالله شو؟ بعد ما كانت شايلة عني كل هموم البيت وعم تطبخ؟ شو كان المقابل؟ المقابل انه قاعده على قلبي مثل البلوكه بتتدخل على الطالعه وعلى النازله. الحمد لله يا ربي انه راحت. بتعرفي شو؟ انا ما الحق علي. انا كان لازم طلقك وابعتك مع امك. وين رايح؟ اشهرنا بالحمراء. I am sorry. دونت وري. شو المنيو تبع اليوم؟ ماك شايفه رز فول وشوربه.
وين السلطة؟ ليش مو عاملة السلطة؟ مشان شو السلطة حماتي؟ مشان شو؟ لأنه أنا معودة أولاد جيراني ورشا حبيباتي قبل ما يبلشوا بالرز والأكل بياكلوا السلطة مشان معدتهم. مشان شو؟ مشان معدتهم السلطة قبل ما ياكلوا. لك اموت كرم عيونك وعيون معدتهم ورشا ورامي، انت روحي ارتاحي وانا بفرم على السلطة حماتي. كملي. شفت الولد ده مخلط بالديسكو. شوف يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الله يعطيك العافية. شوربة وسلطة. شو حبيبتي قلبي صينية شايف؟ الصيني بياكلوا سلطة وشوربة، بحطوا صراصير وحول. موضوع بالوراثة العظامة. والله حبيبي أنا ما دخلني بالسلطة، أما حماتي أعمل لك السلطة مشان معدته. أنا اللي جبرتك تعمل السلطة مشان معدتك حبيبي. شوربة خليك تاكل سلطة مشان معدتك لك. ايوه انت الله يعني وكيلك، شي سلطة، شي ما بعرف شو ساوي، وشي يطلع يجيبي، وشي لا تكتلي، وشي لا تخدي. والله هلكتني. أنا هلكتك يخرب بيتك من حالك. وما في لك شلون بدك تبكي وتتبكبك تقول عاملة 20 طبخة. هي طبخة واحدة وشوي تاني حتخليني أنا أطبخها رمرمتي. طولي بالك امي، طولي بالك خلاص. يعني انت ما بصير اللي بدك اياه، انت ست الكل. لا ما أنا طبيعية يعني. أنا لو ما قلت لها اعملي السلطة ما كانت عملت السلطة. ما طبيعية أبداً. أبداً منك يا رب. جاي عندك يلا خبز جيب خبز. إيه. حمصوا لي شقفة. تقبريني يا أمي، شو اشتقت لك؟ كثير اشتقت لك. وأنا كمان أمي اشتقت لك. شلونكم إن شاء الله مناح؟ تقبري قلبي، بس كان ضروري إني إجي لحتى أشوف مرت أخوك هي الكرنيبة شلون عم تعاملوا لأخوكي. طمنيني كيف الأمور؟ الأمور إيه، ما أنا منيحة بنوم. يخرب بيتها نايطة كثير لك بنتي. معك حق، والله معك حق. سلالة ما سلانة وبس يخرب بيتها. حية من تحت من أخوكي كان يستاهل وحده. أحسن منها. خليكي معي إن شاء الله. الله يوفقك. خليكي معي. بيا خليكي. صحة أمي صحة. على قلبك تقبريني. إيه ما شفتي أخي كيف عقله كان طاير فيها؟ لك يصطفلوا. المهم إنه أنا مشيت كلمتي عليهم هن الاثنين. إيه هيك بدي إياكي فرضي شخصيتك عليهم اثنيناتهم. امي لا تخافي علي. هلا شيلي لي من هالسيره كلها. قولي لي شلونه جوزي؟ قال شو؟ كثير ارتاح بعد ما تركتينا. يخرب بيته من حاله. بسيطة. أنا بورجيه بس حتى أرجع، بس مو هلا، يعني مطولة شوي كمان. ليكو إجا، تعال سلم على أمي. يا كريم تعال هون. تعال حكيني. تعال هون. عميلك ما بده. شفته يخرب بيته من حاله ما قوى. بس أنا بورجيه كمان لحتى أرجع. يلا أمي روحي بعدين بنحكي. ما تاكلي هم يا مو، عندي كل الترتيبة. أنت ديري بالك على حالك تقبريني. يلا باي باي. وما توقعت يا أم يونس تطب علي بعد أول أسبوعين من زواجي. يخرب بيتها من أول أسبوعين إجيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي الثانية تترككم بحالكم شوي. بتعرفي لك هي لو هنية والله العظيم ما بزعل. بس يخرب بيتها حاطة الشر بين عيونها. الله وكيلك بين عيونها. ايوه شلون يعني؟ يعني شلون بدي اقول لك؟ يعني على قولة هي لا ساوية وهي معلش ساوية، وهي لا وهي ايه، وهي لا تحطي لها توم وهي كتري لها بصل، ولا تشربي بهالكاسة واشربي بهالفنجان. والله هلكتني. العمى ايه يخرب بيتها.
اي والله شايفه لا، ورحت قلت له لرامي عمل لي امي اختي امه على عيني وعلى راسي، بس كمان تترككم بحالكم شوي، يخرب بيتها الشغله فيها خربان بيت. اي والله شايفه انت شايفه، والله العظيم رح انظلم، يخرب بيتها من حالها، ما صار لها 15 يوم عنا، حاسستهم 15 سنه قاعده على دمه لقلبي. بعت لي حمى عليكي، ليكي طولي بالك شوي يعني، واذا زودتها اكثر ليكي بتمسكيها على جنب بينك وبينها، شو عم قل لك بينك وبينها، ماشي؟ بتقلي لها هيك والشغله تكون من اولها احسن من اخرها. ايه عن جد. لك صحيح، انا وياكي ليش واقفين هون؟ امشي نشرب، كبي لي هي من ايدك. لك فيني افهم شو معنى الحياه الزوجيه عندك؟ أنا معنى الحياة الزوجية عندي استقرار وتفاهم، لك مالي حاسة باستقرار ولا لي حاسة بتفاهم، أمك هلكتني أنا ما عاد فيني أتحملها، ليك رامي بتلاقي حل، بترجعها عند بنتها، بتاخذ لها بيت لحالها، بتروح بتعيشها بأوتيل، بتعيشها بفيلا، أنا وياها ما عم نتفق، ما في تفاهم، ما في حياة، أنا هيك ما فيني، لاقي حل، تفضل. لك يا حبيبتي طولي بالك، شو بدك يعني يعمل يعني؟ اللحم البيت؟ هي امي ما فيني احكي معها بالمره ولا كلمه، قد ما بدها بتقعد وامتى ما بدها بتروح، غير هذا الحكي ما عندي بالمره، انت بتعرفي قديش انا بحبك، بس خلص يعني شو ساوي؟ يا بدي ارضيكي يا بدي ارضيها يا بدك تتحمليها. برافو، كثير حلو الكلام اللي قلته، برافو، حسيت شو معناتها؟ لبين ما انت ترضيها لامك، انا رايحه اقعد عند اهلي ارضى شوي انا ونفسيتي لبين ما تلاقي حضرتك حل، ولبين ما تلاقي حل بتجي بتدق الباب لعند اهلي بتاخذني وبترجعني على بيتي، مفهوم؟ هذا اللي طلع معي؟ هذا اللي طلع معي؟ هذا الحب اللي تحبيني اياه؟ ماشي مثل ما بدك. وبتحسيها فايتة على بيتي؟ يا قاتل يا مقتول، ما لها مصلي على النبي ابدا. لك واجيت قلت لها يا بابا، قلت لها ليكي يا حماتي يا روحي انت، انا والله مالي متضايقه من وجودك بالبيت، مالي متضايقه منك بالبيت يا عمري، انا متضايقه من تصرفاتك. من شو؟ من تصرفاتك، من تدقيقك علي، من تدقيقك. هلكتني آلاء بكل وقاحه. شو بتقلي؟ اما احلى يكون وجودي زعجك توبرينك انت. العمى بقلبها شو طالع منها؟ اي والله. طولي بالك يا بنتي، الصبر جميل الا ما تنحل الامور، طولي بالك. لا بابا لا، أنا ضبيت أغراضي وأجيت لأنه ما عاد فيني طول بالي، هو بس يلاقي حل رامي بيك بيجي بقى بياخذني من عندكم، أنا وياها ما في اجتماع ببيت واحد. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يهدي البال والاحوال، الله يهدي البال والاحوال. آمين. قومي ارجعي معي على البيت وانا بصالحك انت وامي. صالحني؟ بدك يعني استسمحها بعد كل شيء عملته فيه؟ طيب حبيبتي يعني شو بدك يعني اعملها؟ والله ما عم بفهم عليكي. هي بتضل امي ما فيني احكي معها بالمره، وانت لازم تتفهمي هذا الموضوع وخلص لا تكبري القصه اكثر. أنا مرتك، حسسني شوي بالعدل، هي أمك على عيني وراسي وأنا كمان مرتك، حسسني بهذا الشيء. يا حبيبتي يعني انت شو بدك يعني اعمل؟ ما فهمت عليكي. اترك امي يعني؟ قلعها؟ ما فهمت. هلا يا هيك ما عندك حل وسط؟ من الآخر حبيبتي، هي بتضل أمي وأنا مستحيل إني أتركها وإجي ضدها، أنت فاهمة؟ يعني أنت اخترتها لها. طيب بس نجيب أولاد ونعيش حياة ونكمل لقدام ونحط أنا بهيك مواقف قدام الأولاد، أنت مع مين؟ أنت مع مين؟ مالي حاسة من أولها بأمان لحس بآخرها. بتعرف شو؟ يعني شو رأيك بما أنه لسه ما جبنا أولاد ولساتنا ما صرنا جديد على أساس متزوجين، كل واحد يشوف حياته، والله أريح، أنا هيك ما بيناسبني، ما فيني. هلا أنا بعرف إنك أنت معصبة، بس اللي بعرفه كمان إنك بتحبيني، وأنت بتعرفي كمان قديش أنا بحبك. مشان هيك أنا رح أتركك على راحتك تفكري كتير منيح وتهدي شوي، بركي بتنحل كل هالأمور ونرجع لبعض، لأنه أنت بتعرفي إنه أنا ما فيني أعيش من دونك. يلا بخاطرك، سلام، باي.
حبيبي صباحو، لك يسلم لي هالخد التفاحو، لك ان شاء الله بيورني صباحي. صباح الفل. صباح النور، دخيل العسل والقشطة، لك شو هالجمال هذا، لك شو هالصباح، لك ان شاء الله بتقبري قلبي ما احلاكي. يا الله انت وحكياتك. عادي حبيبتي، عادي لنفطر ان شاء الله بتعرفي. شو هالفطور هذا اللي بيجاني لك يا عمري انت، لك الله لا يحرمني ليلتين ما احلاهم. صح وانا حبيبتي بتعرفي احلى اسبوعين بحياتي بمروا هدول الاسبوعين. يعني شهر عسل، هذا مو شهر عسل اسمه، هذا شو اسمه؟ شو؟ هذا شو الصوت؟ شو؟ تفضلي حبيبتي. شكرا. هذا اسمه عسل وقشطة ونسلة. اوه كل هدول؟ هذا كلام. ما جبت الشاي؟ هي استنى. جيبي يا عمري. اوه يا سلام عليك. بدك حبيبي. خير مين جاينا من الصبح؟ هاي بتكون ميرا، قالت لي بتمر لعندي الصبح شوي قبل ما تروح. خليكي قاعدة، عم بسبح. يلا. شو بقلبي؟ أنا عزبك.